السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة ومكملين في مواضيع طب السنان، مش مشاكل وعلاجها، امراض وعلاجها. بنتكلم في مواضيع جديدة الحمد لله كل يوم. النهاردة هنتكلم في الحلقة دي على شوية حاجات على زراعة الاسنان. احنا قلنا موضوع زراعة الاسنان ده موضوع كبير جدا وحاليا عليه اقبال وناس كتير جدا يعني تحسها عايزه ان هي تعمله دلوقتي احسن من تركيبات الثابته البريدجات واحسن من التركيبات المتحركه. ف يعني عايزين نتكلم عليه باستفاضه على كذا حلقه ان شاء الله، بدل ما تبقى حلقه مطوله وكل يوم ناخد جزئيه معينه. النهارده هنتكلم على تعليمات ما بعد الزراعه، وايه اللي ممكن يحصل لك بعد الزراعه، في حاجات يعني في عناوين موجزه ومختصره عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليك. ابدا معاك اول حاجه في التعليمات اللي واجب على كل واحد زرع سنان ان هو يعملها. ايه هي التعليمات دي بقى؟ اول حاجه عندي انك لازم هتاخد مسكنات. بس لما نيجي نبدا الف به مسكنات يا جماعه، مش هنروح لاي واحد صيدلي، صلوا على النبي كده وعايزين نفهم الكلام المهم ده. مش هروح لواحد صيدلي واقول له هات لي اي مسكن كتافلام، اديني مش عارف بتاع ده، اديني كتوفان، اديني اي حاجه، اديني مش عارف باروفين. لا، احنا خلاص ما دام عايزين مسكن لازم الدكتور اللي عمل لك الجراحه بتاعه الزراعه دي هو اللي زرع لك، هو اللي يكتب لك المسكن المناسب ليك. ما تروحش انت من دماغك تفكر وتقول لي انا هروح اجيب من الصيدليه اي مسكن وخلاص. لا، يبقى اول حاجه مسكنات الالم عشان تخفف الالم. تاني حاجة تحاول بقدر الإمكان إنك تحافظ على برودة مكان الجراحة نفسه بتاع الزراعة، ما يعتبر جراحة أصلا في الأول وفي الآخر. إن إحنا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، هي عبارة عن تقنية قلنا بنزرع فيها زي نوع من الدواعم كده، تتغرز غرس في الفك، وبعد كده بتحط عليها حاجة زي التيجان اللي هي بتمثل شكل الأسنان. تمام؟ طيب، يبقى احنا عايزين هنا نعمل ازاي نحافظ على برودة الجرح؟ انك تعمل شوية كمادات مية باردة، مية باردة كده على مكان الجرح، وتبتدي انك انت تحطها عشان تحافظ عليها باردة ما تبقاش سخنة. طيب، تالت حاجة بعد كده لازم تتجنب انك تاكل الأطعمة الصلبة والأطعمة السخنة. دول لازم بديهي جدا تبعد عنهم. ده احنا اللي بيكون خالع ليه؟ لان هي يعني هتلاقيه فيها بعض التشابهات من الجراحة العادية. اللي بتلاقيه خالع في الغالب بيبقى برضه عنده تعليمات دي ان هو لازم ما ياكلش غير حاجات مهروسة وحاجات طرية وحاجات لينة لمدة اسبوع او اسبوعين بعد الجراحة بتاعة الزراعة دي. رابع حاجة بعد كده تقلل التدخين. مش تقلل، تتجنب التدخين نهائي، لأن التدخين بيزود فرص العدوى أكتر وأنت عندك جرح مفتوح لسه محتاج يخف، وبيبطئ معدل الشفاء بتاع الأنسجة. ما هي الأنسجة دي أنسجة مفتوحة محتاجة فترة عشان يحصل لها هيلينج، تحصل لها التئام، فأنت ما ينفعش تدخن عشان ما تبطئش العملية دي. خامس حاجة تريح نفسك شوية راحة، بلاش انك تستعجل عايز تنزل الشغل وعايز مش عارف عشان البيت والمصاريف ولازم مش عارف. لا، طالما او انت لو ست بيت برضو ريح نفسك من شغل البيت، محتاجة راحة لحد ما تتحسن والجرح يخف. طيب، دي كانت النقطة التانية هنتكلم فيها النهاردة، وهي ايه الحاجات المتوقعة ان هي تحصل لك، الاعراض المتوقعة اللي هي ممكن تحصل لك عادي بعد الجراحة. متوقع زي ما قلنا يحصل ألم أول حاجة، تحس إن في وجع جامد مكان الجراحة اللي اتعملت دي في الحتة اللي أنت زرعت فيها. تاني حاجة متوقع إن يحصل نزيف، وارد إن يحصل نزيف دم، ما تتفاجئش جامد وجدا. أنت طبعا بتكون متابع أول بأول مع الدكتور اللي عمل لك الإيه العملية الجراحية دي. تالت حاجة بعد كده، إحنا قلنا أول حاجة المتوقع يحصل لك الألم، تاني حاجة النزيف، تالت حاجة إن يحصل لك حساسية. حساسية مثلا بتكون من المادة نفسها اللي معمولة منها الزرع. طب ايه يا دكتور من الأعراض التانية اللي ممكن تحصل لي بعد الجراحة، بعد الجراحة بتاعة الزراعة دي؟ لازم أحطها في الحسبان، إن هتلاقي ريحة بقك اتغيرت، بقت وحشة. فطبعا عشان تتغلب على الكلام ده هتستخدم فرشة ومعجون، تغسل سنك مرتين في اليوم، على الأقل في المرة الواحدة دقيقتين وأنت بتدعك بالفرشة على أسنانك كلها، أو على المنطقة الأسنان كلها طبعا عشان تحافظ على بقك كله. تاني حاجة بعد كده، احنا قلنا أول حاجة نغسل سنانا، نستخدم بعد كده غسول فم، برضو نستخدم غسول فم مطهر حلو كده برضو. تالت حاجة بعد كده نستخدمها برضو هتساعدنا عشان نشيل الكلام ده، السوائل. السوائل نحاول نشرب كمية كويسة من السوائل عشان دي بترطب البق وبتخليه طبعا دايما ايه أقل عرضة للجفاف. الجفاف الزيروستوميا هي اللي بتعمل ريحة البق الوحشة دي. هشوفكم الحلقة الجاية ونكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.